يمكن بكل تاريخ اوروبا. واليوم انا حكون عم بتحدى رياض محرز راسه تحديات نار. ومش بس هيك، انا خليت رياض محرز يوقع لي على كنزه وعلى كره. اذا بتكفوا هذا الفيديو للاخر حدا فيكم حيربح حوض يا جماعه. طبيعه الحال نحن كنا معزومين من النادي الاهلي. رياض محرز بيلعب بالنادي الاهلي اللي هو بجده بالسعوديه. بس ما بدي اياكم تفكروا انه كان الموضوع سهل، الموضوع صعب لدرجه مش حقدر اوصفها. انا من نجم من افضل اللاعبين تاريخ الجزائر، فالوصول له كان صعب جدا جدا. بس بعد محاولات يعني طويله وميتينجز وتقريبا 3 اسابيع ضليت لقدرت اوصل له، قدرنا ان نتفق مع النادي الاهلي على تصوير مع محرز. وتخيلوا قديش قدرنا ناخذ من وقته 10 دقائق. الفيديو كله والتحديات اللي حتشوفوها كلياتها صورناها بس ب 10 دقائق. هذا ملعب النادي الاهلي يا جماعه، بانتظار رياض يجي. ان شاء الله يكون معنا وقت يا جماعه. قالوا لنا معنا 10 دقائق بس انتم متخيلين قديش هيدي ال 10 دقائق يا جماعه؟ صار لي اسبوع بشتغل بس لاقدر اخذ ال 10 دقائق من رياض. اتس ورث ات يعني. رياض هذا يا جماعه. هو هنيك ما بعرف اذا شايفينه، صار له ساعه عم يحضرنا هنيك ونحن شو بانتظار. رياض pleasure to meet you bro. رياض محرز بالنسبه لي واحد من اكثر اللعيبه اللي بنظر لهم كقدوه، وانا صار لي بحضره تقريبا من 2016 على التلفزيون. واليوم انه اوصل لمحل اني اتحداه راس براس بارض الملعب هو شرف وحلم تحقق بالنسبه لي. اول شيء طلبته من رياض محرز انه يوقع لي على هذا الكنزه، ومثل ما شايفين هذا توقيع محرز يا جماعه. وقع لي على كنزات ثانيه ووقع لي على كره. انا هودي وقع لي عليهم كرمال ربحكم اياهم. والشروط لتربحوا هيدي الكنزه الموقعه من رياض او هيدي الكره بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات مين اللاعب لازم نتحداه نكست. اي لاعب بدكم اياه اكتبوا لي اياه بالتعليقات. والكومنت اللي ما بتجيب ولا لايك ولا لايك ولا لايك اختار الشخص اللي كتب هذا الكومنت وربحوا هيدي الكنزه وهيدي الكره. اول تحدي طلبته من رياض انه نلعب تسديد، يعني مثل بينالتيات وهيك. وبدي لكم شغله بذكركم فيها يا جماعه، انا وقتي مع رياض كان محدود جدا، يعني تقريبا كان معنا 10 دقائق، فكل شيء كان سريع ومش يعني ما قدرنا نصور كل التحديات اللي بدنا اياها. بس 10 دقائق مع رياض تسوى يعني ساعه مع اي لاعب ثاني. يلا ليتس جو. يس Oh, maybe this one here. Set? ما شفت اول تحدي البنالتيات رياض ربح. هو سجل 5 يعني سجل 4، وطبعا كان هو بيستاهلها للامان، يعني كل شوطاته بالتسعينات، فبالتشويط هو افضل مني باشواط. من بعدها فرجيته لرياض مهاراتي، كنت عم فرجيه المهارات اللي بعملها بال1 في 1 والتقطيعات والبيضات وهالقصص وهيك. ورياض كان مصدوم. رياض محرز. رياض اول شيء شرف كبير لي اني اكون معك. you're a big legend of mine. I've been watching your videos for too long. I'm a street footballer. I do street pana skills, you know, like pana and stuff. You know pana, right? I want to show you my skills, and I just want your reaction on it. Okay? Nice, huh? Nice. Good. Very good. I can't do this, huh? You can. Where you learn? Where you learn this? I'm from Lebanon actually. I learned in the streets actually. طبعا اذا ما بتعرفوا رياض محرز هو صغير كان فري ستايلر. مزبوط، هو كان لاعب فوتبول ولعب ليستر سيتي ولعب بكثير محلات، بس بنفس الوقت كان فري ستايلر ويتمرن على المهارات وهالقصص. فهو بدك تقول تقريبا نفس الفكره اللي نحن عاملينها نحن الفري ستايلريه. فاول ما شاف المهارات انصدم، وحتى قال لي اي كان دو ذس. يعني تخيلوا رياض محرز بعظمته عم بيقول لي انا ما في اعمل المهارات اللي انت بتعملها. من بعدها طلبت منه رياض انه نلعب ضده 1 في 1. للامانه اخبركم شغله، كل الشباب اللي كانوا هنيك قالوا لي ما تطلب من رياض انه يلعب 1 في 1 لانه يمكن ما يتقبلها، يمكن يعني ياخذها بشكل شخصي. بس انا قلت بساله يعني بشكل عفوي وقبل وقال لي اوكي واذا بدك تجرب جرب، وكان اخذها بكل روح رياضيه. ومن بعدها بلش تحدي ال1 في 1. Is it good? Should we try me and you? But you can if you want. Yes. Yeah, can you try? Let's see. You can try, man. يلا let's go. Yo. Yo. Oh, it's so good. Open up your eyes till you're blinded by the lights, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes up. Control is paradise with honesty.
كون صريح معكم، من بين لعيبه الفوتبول الناس المحترفه كره القدم رياض محرز كان اصعب حدا بيلعب ضده. اول شيء لانه فهمان حركاتنا، قاطعين عليه كل الحركات، وحتى كان في حركات انا بعملها هو قادر يعملها. يخسروا بالموفي 1 كان شيء صعب جدا. مثل ما شايفين بالفيديوز كنت عم حاول مره ورا مره ورا مره، وكنت اوقات عم بفشل. يعني اول كم مره فشلت لانه كان حافظ هالحركات وكان فاهمهم ويسكر اجريه على اخر لحظه. بس مع المحاوله ومع الوقت وحاولنا كذا مره والاخير. Riyadh, thank you so much, brother. Say something to Lebanon. Say something, anything to Lebanon. I love you, Lebanon. I love you, all the guys from Lebanon. حبيبي حبيبي رياض. اي لاعب بالعالم غير رياض محرز كان ممكن ياخذ هذا الشيء بشكل شخصي، وكان ممكن يزعل ويعصب، بس مثل ما شفتوا يعني اول ما مرقت البيضه لا كان مبسوط وعم يضحك وعبطني. شخص سوبر محترم، سوبر متواضع. هو 3 تحديات من التحديات قدرت اصورهم مع رياض، لانه كان معي بس 10 دقائق، بس حط لكم لقطات كمان لانه انا كان معي صانعين محتوى ثانيين كانوا عم يتحدوا لرياض، وشوفوا بعينكم يعني رياض بيضة فرموا اثنين. Hey, nice, 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 nice. Nice. اوه يلا مو بالنهايه بدي ارجع اذكركم انكم تشاركوا بالجيف اواي، اكتبوا لي بالتعليقات مين اللاعب لازم تحداه نكست كرمال تربحوا هيدي الكنزه او هيدي الكره. هذا كان فيديو مع رياض، ما كان طويل كثير لانه برجع لكم الوقت كان محدود جدا معه. كان اول لاعب يا جماعه من الهاي ليفل يعني من الكلاس اي بصور معهم، شرف كثير كبير لإلي. في لاعبين حيكونوا جايين يا جماعه ما حخبركم من هلا، بس بالقادم حتشوفوا لاعبين كبار كمان. بدي اتشكركم على دعمكم، بدي اتشكركم كمان انكم وصلتونا لهذا الليفل، هذا بفضل دعمكم، هذا بفضل ربنا اكيد وبفضل دعمكم، وان شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي.